عملية أمن الرباط تنفيذ تعليمات المديرية مدير الأمن الوطني وكذلك ولي أمن الرباط تواكب الاستعدادات ديال ساكنة الرباط والوافدين عليها في إطار الاحتفالات ديال رأس السنة من خلال خطة أمنية مندمجة وهادفة تعتمد على عملية ديال الانتشار ديال الوسائل المادية والبشرية التي تتوفر عليها ولاية أمن الرباط أو تلك التي وضعت رهن إشارتها من طرف المدير العام الوطني. جميع المكونات الإمكانيات التي نتوفر عليها ترى هذه ما يزيد عن 2 الأسابيع أو 3 راه انتشرت على مستوى المدينة بصفة تدريجية، واليوم غادي يتم التوظيف الشامل لجميع الإمكانيات باش يسيروا الاحتفالات ديال رأس السنة لكي تمر هذه الليلة في ظروف أمنية جيدة. كما قلت سابقا كاين لاحظتوها سياسة ديال سدود قضائية لتأمين المدينة من الخارج، كذلك كاين سدود إدارية على مستوى المحاور والشوارع الرئيسيه للمدينه دائما في اطار المراقبه. عمليه ديال انتشار ديال دوريات امنيه مشكله من شرطه الزي سواء الامن او القوات المساعده وعناصر كذلك مدنيه. شرطة المرور كذلك اللي تلعب دور كبير خلال هذه الاحتفالات وخاصة خلال هذه الليلة اللي تتعرف ارتفاع ديال منسوب السير وحركة ديال السير مهمة. لذلك تم تعزيز شرطة المرور على مستوى مختلف المزارات والشوارع الرئيسية من أجل تأمين عملية المرور وخلق انسيابية وتفادي حوادث السير. شكرا جزيلا. زهرور ياسين رئيس قاعة القيادة الوطنية لولاية أمن الرباط. هذه المناسبة اللي هي مناسبة نهاية رأس السنة الميلادية كنتعاملوا معها في إطار العمل النظامي. من المحاور المهمة في العمل النظامي هو البعد المتعلق بتدبير حركة السير والجولان في المحاور والمدارات ديال المدينة. طبقا للتعليمات القيادية كننتشروا بطريقة معقلنة من خلال الدوريات ديالنا والعناصر وكذلك سيارة الاحتياط اللي كتركز في واحد النقط بعينها، وكنركزوا بالخصوص على النقط اللي فيها الضغط، اماكن ديال التبضع، اماكن ديال المتاجر الكبرى، امام الفنادق. والهدف ديالنا في نهايه المطاف هو تدبير حركه السير والجولان وخلق السيوله وتفادي اي عرقله وكذلك تفادي الحوادث باش تمر هذه المناسبه في ظروف جيده وحسنه. محمد عادل النجيب، عميد اقليمي رئيس منطقه ابدال الاحتساب ولايه امن الرباط. تعليمات من السيد المدير العام الامن الوطني وتحت الاشراف الفعلي ديال ولي الامن ولايه امن الرباط وضعت خطه امنيه ممنهجه ومحكمه بحيث تم تربيع المدينه بشكل محكم، وضع دوريات راجله وراكبه، كذلك متوأمه مع عقابشي، كذلك العناصر المدنيه. الهدف من الترتيبات هو ضمان حريه التجوال لجميع المواطنين سواء مغاربه واجانب، كذلك تم التركيز على النقاط اللي كتعرف الاقبال المواطنين، المتاجر الكبرى، وضع سيارات ديال الارتكاز قوات هذا النظام، كذلك تم التركيز على المحاور الكبرى اللي كتعرف السيوله اللي كتعرف الحركيه اجل ضمان السيوله ديال السير، عناصر المرور عند الدراجات كذلك راجله، المطارات الكبرى، كذلك تم وضع مجموعه من السدود القضائيه مداخل المدينه، اضافه السدود الاداريه داخل المدينه. الهدف ديال هذه الترتيبات كلها حتى تتمر الليله في ظروف امنيه جيده.